السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير عواش مبروكه. الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بلاطو ديال المملحات اللي كيجيو صراحه رائعين ولذاذين باربع حشوات مختلفين. مهم تابعوني حتى الاخر ان شاء الله وغادي نشوفوا الطريقه ديال التحضير والمقادير. صافي، اول حاجه غادي نبداو بها غنبداو بالعجين. عندي هنايا كيلو ديال الطحين اولا ديال الدقيق ديال الفرص، عملت فيه ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات، ملعقه صغيره ديال الملح تكون مملوءه، وكذلك غادي نزيد ملعقه كبيره ديال العسل اولا تقدروا تعوضوها بالسكر، وعملت كذلك ملعقه كبيره ديال الخل، وغادي نزيد هنايا بيض ديال البيضه، وغادي نحتفظوا بديك بالصفر ديال البيضه غادي نحتفظوا بها. صافي غادي نبدا نجمع العجين بالماء. مهم الماء عادي، الماء ديال البزبوز يعني الماء بارد، غير غادي نجمعوا العجينه مزيان. مهم اللي ما عندوش العجينه كيعجنها بيدو عادي. صافي غادي نعملها هنايا في القصعه ولا في القصريه، وغادي ندهنها كذلك بشويه ديال الزيت. صافي غادي نغطيها ونخليها ترتاح شويه، ومن بعد ان شاء الله غادي نرجع الليله باش نقطعوها اولا باش نقرصوها. صافي غنخليوها ترتاحي واحد ربع ساعه وغنرجعوا ليها مره ثانيه. صافي هنايا من بعد ما ارتاحت شويه غادي نحتاجو كذلك الزيت. مهم حنايا عندنا شويه دابا الحراره بدا الجو بدا كيسخن دغيا ما ترخات، ولكن كنصح تعملوا العجينه تكون قاصحه شويه على هيدا باش ما تعذبكمش ملي تكونوا كتخدموا بها. صافي انا هنايا زيت دهنتها بالزيت، ولكن دابا تلقات راسها بصراحه من دابا على بد من نوجد الحشوات. على اين غادي نقطعوها. مهم غادي نعمل خبيزات هيدا ولا قريرسات هيدا صغارين متوسطين ماشي صغارين، يعني منهم غادي من بعد ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي نخدموهم في الاخر. صافي غادي نقطعهم كاملين على شكل بحال هيدا، وغادي نغطيهم ببلاستيك، وغادي ندوزو ان شاء الله باش نرجعوا مره ثانيه باش نوجدوا الحشوه ديالنا ان شاء الله. صافي بالنسبه للحشوه الاولى ما غادي نحتاجوش نطيبوها، غادي نحتاجو كل شيء غيكون يعني مثلا طايب. عندي هنايا سوريمي اللي غادي ندوزو هيدا في الهشوار. صافي وغادي نحتاجو كذلك شرائح ديال الديك الرومي لادان اللي كيجيو هيدا بالزيتون، تقدروا تعملوه كذلك ثم بلا زيتون. مهم كيف ما كان اللي متوفر يكون عندكم، ماشي ضروري يكون هيدا بالزيتون. صافي حتى هو غادي ندوزو كذلك في الهشوار، نطحنوهم هيدا شويه مزيان. صافي المهم هاد الحشوه هادي بصراحه كتجي رائعه، كتجي لذيذه وما فيهاش تماره بزاف، وما كنطيبوا فيها حتى شي حاجه. كيف ما شفتوا معايا كل شيء يكون طايب وكتجي سهله يعني دغيا ما كتوجد. صافي غادي نزيدو هنايا كذلك جوج العلبات ديال التون يكونوا مصفيين من الزيت مزيان، وغادي نزيدو كذلك جبن موزاريلا وزيت هنايا جبن ديال كريمي ديال الدهن باش جمعنا هاد الحشوه مزيان. عملت شويه ديال الابزار اي الفلفل الاسود، وغادي نعمل كذلك الزعتر. مهم بالنسبه للزعتر كنعمل واحد الكميه زايده باش كتعطينا المذاق لهاد الحشوه هادي. صافي هادي اللي غادي نحتاجو في هاد الحشوه الاولى، مهم سهله ودغيا ما كتوجد. صافي غادي نجمعها هيدا مزيان، غنمعكها مزيان حتى نحصلوا على حشوه يعني متماسكه، وغادي نشكلوا منها السيجار بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نحصلوا على السيجار، غادي نوجد السيجار، غادي ننزلهم غنخليهم على جنب هنايا. مهم تنكملهم كاملين، غادي نعملهم في الثلاجه ولكن باش يشبروا في راسهم، وغادي ندوزو ان شاء الله باش نوجدوا الحشوات الاخرين اللي باقيين لنا. صافي بالنسبه للحشوه الثانيه كذلك المهم عندنا هنا مقيله عملت فيها شويه ديال زيت الزيتون، عملت هنايا شويه ديال الثوم بودره. بالنسبه لهاد الحشوه هذه كذلك عاود سهله يعني اقتصاديه، ما كتاخذش مكونات بزاف وكتوجد كذلك بسرعه. صافي كيف ما شفتوا معايا عملت شويه ديال الثوم، وغادي نعمل شويه ديال البصله. مهم بالنسبه للبصله عارفينها غاليه بصراحه بزاف، انا كنعمل هاد الحشوات اقتصاديا بشويه ديال البصله. مهم والبصله كذلك ماشي طريه، انا غادي نوريكم شنو البصله اللي استعملت في هاد الحشوات هادو كاملين. صافي على اين غادي نزيد هنايا عندي سبانغ كيف ما شفتوا معايا، عندي منقيين مغسولين. صافي كنعملهم في مقله. مهم كتبان لكم الكميه بزاف، ولكن هي ملي كتبقى تقلى مزيان ما كتبقاش كتبان مره هاد الحشوه
كتمسخ ما كتبقاش تبان. المهم هادشي اللي كاين. زدت شويه ديال الملح دائما كيبقى على حساب الذوق. صافي كنبداو نقليو فيهم مزيان هاد الصبانيغ حتى كيطيحوا مره. غادي نزيد شويه ديال الكمون وقليل من الابزار اي الفلفل الاسود. صافي هذه الحشوه هذه اللي غادي نحتاجو فيها. ومن بعد غادي نزيدو لها شويه ديال الجبن باش كنعلكو. هاد الحشوه كتجي معلكه وكتجي صراحه حتى هي كذلك رائعه. صافي غادي نعمل واحد الملعقه كبيره كذلك ديال الجبن. بالنسبه للجبن كذلك عملت الجبن هذا النوع هذا كنشريه من ليدل رخيص، يعني ماشي شي اجبان غاليه. المهم هذا قبل كنا كنشريوه 95 سنتيم، دابا كيعمل ديك اورو 35 وقيله. المهم كيف مشوا معايا عملت منه غير ملعقه وحده. صافي كنبدا نخلط مزيان حتى كتعلك مزيان هاد الحشوه وكتعقد. صافي كتجي في هذا الشكل هذا. صافي غنطفي على النار. صافي غادي نبداو في الحشوه الثانيه ان شاء الله. نفس المقله كنغسلوها ونمسحوها مزيان. كنعملوا كذلك زيت الزيتون، قليل ديال الثوم، وكذلك ديك البصيله هذيك غنبداو نقسم فيها شويه بشويه حتى نكمل الحشوات اللي عندي كاملين. المهم عملت شويه د البصله. انا نوريكم النوع د البصله اللي عملت. كنشريها هيدا جاهزه من ليدل حتى هي 500 غرام كتعمل شي 95 سنتيم. صراحه البصله هنايا وصلت عندنا واحد الثمن خيالي بحال اللي كنشريو غرام ديال الذهب تقريبا. المهم على اي الله يرفع علينا هاد الغلاء. وصافي هنايا عندي كذلك واحد الصدر الدجاج واحد بالضبط، يعني قطعته قطع صغارين بزاف صغيورين. وعملت ملح. هنايا الملح دائما كيبقى على حساب الذوق. بالنسبه لهاد الحشوه هذه غتجي بحال الحشوه ديال البستيله ديال الحوت، ولكن هي يعني ماشي الحوت ها الحوت اللي غنعمل فيها غير هاد البول ديال الجامبا. هذا الحوت اللي غادي نستعمل في هاد الحشوه هذه، وغتجي بحال اللي كناكلو بستيله ديال الحوت. المهم انا غادي نوريكم واحد المكون اخر غنزيدوه باش غيعطينا يعني مذاق ديال الحوت 100%. صافي هنايا زيت الفطر اللي قطعته قطع صغارين. زيد شويه ديال القزبر والمعدنوس، وغادي نزيدو هنايا عندي واحد العلبه ديال الكبار شني جبرت فيها. صافي غادي نزيد هاد العلبه ديال الكبار. اللي ما كاينش عنده العلبه ديال الكبار يقدر يعمل الحامض مصير. بالنسبه للتوابل عملت الفلفل احمر، الفلفل الاسود كذلك، عملت الخرقوم، الابزار، شويه ديال السكينجبير، وعملت ملعقه كبيره مملوءه من التوابل ديال الحوت باش غتجينا فيها المذاق ديال الحوت يعني 100%. صافي هنايا زيت شويه ديال الصوص ديال الصوجه، وعندي كذلك شعريه صينيه اللي عملتها في المسخونين وصفيتها. غادي نقطع هيدا قطع صغارين بالمقص. صافي كنضيفها على هاد الحشوه هذه كتجي صراحه رائعه. واللي داق لكم هاد البيستيلات غادي يقول د الحوت يعني 100%. ثم شو الحوت اللي عملنا شويه ديال الجامبا فقط مع ديك الصدر الدجاج اللي مقطع هذاك صغير كيجي بحال اللي كتاكل بانك تاكل الحوت. خصوصا ملي كنعملوا التوابل زايدين ديال الحوت ديال السمك يكونوا موجودين عند العطار ورخاصين. صافي هنايا غادي نزيد عاود كذلك الجبن. بالنسبه للجبن يعني انا قلت لكم ما غنستعملش الجبن اللي غاليه، غادي نعمل غير الجبن هذا ديال الساندويتش حتى هو الثمن ديالو كذلك مناسب. تقدروا تستغناو عليه، بغيتو ما تعملوهش ما كتعملوهش. عملت واحد 5 القطع. صافي كنخلطهم مزيان حتى كتعلقنا الحشوه. صافي هنايا غادي ندوزو نعملوا الحشوه الاخيره. هذيك البصله انا كملت بها الحشوات اللي عندي كاملين. المهم قضي حاجه. عملت كذلك شويه ديال الثوم. صافي غادي نخليهم يتقلاو هيدا شويه مزيان. وغادي نزيد هنايا الخضر. بالنسبه للخضر عندي الفلافل بالالوان، وعندي واحد القرعه حتى هي خضراء. المهم دوزتهم كاملين في الهاشوار. وما تقوليش اش عندهم مقطعين هيدا، انا ما قطعتهمش صراحه، دوزتهم في الهاشوار باش كتجيني العمليه سهله. مهم الخضر كذلك مهم من ضروري للوليدات. صافي غنعمل الملح كيبقى على حساب الذوق. صافي كنخلي الكل يتقلى مزيان. غادي نزيد هنايا عندي 200 غرام ديال الكفته. تقدروا ما تعملوش الكفته يعني حتى الاخر، وتزيدوا كذلك علبه ديال التون علاش لا هي كتجي هاد الحشوه لذيذه. صافي غنخليها تقلى مزيان. في الاخر غنزيد القزبر والمعدنوس، وغادي نزيدو التوابل. هنايا زيت الزعتر وزيت شويه ديال الثوم بودره. صافي والتوابل الاخرين بحال اللي عملنا في الحشوه الاولانيه.
صافي. وما عملتش هنايا الحشوه عفوا التوابل ديال الحوت. هنا ما عملتش توابل الحوت، عملت غير في الحشوه ديال البستيله. صافي كنتمنى تكونوا فهمتوني. انا بصراحه الفيديوهات طوالين كنتلف في الهضره، غير سمحوا لي. صافي هنايا من بعد ما كتقلى الحشوه مزيان كنزيد عاود كذلك هنايا 4 ديال القطع ديال الجبن مثلث. بحال اللي قلت لكم انا سهلت عليكم اليوم، عملتنا الاجبان كاملين اللي رخاصين وكيكونوا في المتناول، حتى هما صراحه كيجيو بهم الحشوات مزيونين. صافي غندوزو هنايا عندي العجينه، غادي نهزو واحد الخبيزه غنطلقوها. المهم شكل طلقتها بحال الخبزه، يعني ما طويتها ما حتى شي حاجه. غادي نقطع هيدا بقطعه ديال البيتزا كيف مشوا معايا، بحال اللي كنقطعوا الكرواسون على شكل مثلثات. هذه بالنسبه للحشوه اللي فيها الكفته. صافي غادي نجمع هيدا وغادي نبدا نلوي كيف ما كتشوفوا معايا. هي اللي بهاد التلويه هذه باش كتبان كتجي مرقه ملي كطيب. صافي غادي ننزل الحشوات فيهم كاملين بهذا الشكل هذا. صافي كنبدا نطوي من الجناب وكنلف بحال اللي كنعمل السيجار. صافي بهذا الشكل هذا. مهم ملي طلقت العجينه انا دهنتها بشويه ديال الزيت والزبده باش تجيكم العجينه مرقه. المهم انا سرعت هنايا الفيديو لحسب شفت الفيديو جا طويل بزاف وانا ما بغياش نطول عليكم. المهم انا غنعمل معكم هادو بتقاله باش تشوفوا الطريقه كيفاش بالضبط. صافي هيدا كنلفو بحال الشكل ديال السيجار. صافي كيجيو في هذا الشكل هذا. صافي كنلفو من الجناب كنطويو كذلك من جناب اخرى كنطوي هيدا وكنلفو. المهم بحال شكل السيجار نيشان. صافي هنايا هذه طويت طلقت على شكل ديال المسمنه وغادي نقسمها على 4 كيف ما كتشوفوا معايا. هذه بالنسبه للحشوه الثانيه ديال البستيله. صافي كنعملوا واحد الطبيصل هيدا ولا واحد زليفه باش كنعملوا فيها العبار باش كيجيونا كاملين قد بعضياتهم. صافي كنبدا نجمع العجين في هذا الشكل هذا. وإلا شفنا العجينه عندنا زايده من تحت كنقصوا منها باش ما تجيناش العجينه زايده من تحت بزاف. صافي غنعمل معكم وحده اخرى. صافي كنوضع الحشوه ومهم كنضغط مزيان باش كيجينا الشكل ديال البستيلات كيجيونا مزيونين. صافي كنبدا نجمع العجينه كنجبد يدي باش في القاع ما يجيناش العجينه بزاف ما يجيوناش مدقسين. صافي كيف ما كتشوفوا معايا هنايا العجينه غتجي زايده غادي نزولوا منها العجينه. صافي كندهن هيدا شويه بالزيت والزبده وكنقلب كيجي هذا الشكل ديالو. صافي غادي نستمر يحسن نكمل كذلك كميه ديال الحشوه ديال البستيلات وغندوزو كذلك باش نشوفوا الحشوه الثالثه كيفاش غنعملوا له. صافي بالنسبه هادو ديال السبانغ. المهم انا العجينه صراحه ما قدتنيش على الكميه ديال الحشوه اللي عندي كامله. صافي هنايا غادي نعمل هادو لي السبانغ كيف ما شفتوا معايا. طلقتهم على شكل مستطيل قطعتهم من تحت بقطعه ديال البيتزا اولا بالمول كتقطعوهم باش ما بغيتو. كتلفوا كذلك هيدا بحال شكل ديال السيجار شنو من تحت كيجيو فيهم واحد المنظر مزيونين بديك التقطيعات اللي كنقطعوهم هيدا. صافي كنلفوهم بحال الشكل ديال الهلال. صافي هنايا بالحشوه اللي عملنا بسوريمي اللي ما طيبناهاش غادي نخدمها في الورقه على حسب العجينه ما قدتنيش بحال اللي قلت لكم. صافي كيف ما شفتوا غنعمل السيجار. طلقت العجينه طلقت هنايا الورقه ديال البستيله. صافي دهنتهم هنايا بشويه ديال الزيت استعملت هنايا غير الزيت ما عملتش الزبده. صافي غادي نلفهم كذلك على شكل ديال السيجار في هذا الشكل هذا. صراحه هادو اللي كيجيو مزيونين على حسب هادو ما نطيبوهمش في الفران. مهم ما نحرقوش مفاجاه. حنايا تابعوني حتى الاخر وغنكملوا الفيديو ونشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي نطيبوا هادو. غادي يجيو صراحه روعه. صافي غادي نلصقهم هنايا بالعجين بالطحين والماء والعجينه باش ملي غنكونوا كنطيبوهم ما يتفتحوا لناش. هي هذيك انا حرقت مفاجاه. غادي نقليوهم ان شاء الله. صافي هنايا ديك شويه بقات لي شويه ديال الحشوه ديال السبانغ غادي نحتاجوها. غنعملها في هذا القالب هذا ولا هذا القالب هادو اللي جبتهم شريتهم من شين. صراحه الثمن ديالو مناسب كيعملوه 75 سنتيم يعني رخاصين. صافي كنجيبوا العجين. انا بالنسبه للعجين هذه العجينه عندي مرقه كانت عندي في الثلاجه. مهم انا احتاجتها في هذا الشكل هذا. غادي نلويهم هيدا على هذا القوالب بحال هيدا. صافي غادي نلفهم كاملين هيدا الشكل ديالهم كيجيو صراحه هادو كيجيو صراحه رائعين. هادو كنقدروا نعملوا بهم مثلا نعمروهم شي حاجه حلوه اولا بالحاجه مالحه
اللي بغيتو كيجيو صراحه مزيونين. صافي غادي نحتاج هنايا واحد البيضه، غادي نعمل فيها شويه ديال الصوص ديال الصوجه. صافي وتقدروا مثلا من غير الصوجه تعملوا شويه ديال الحليب، يعني علاش لا. صافي غادي ندهن هادو مزيان مزيان، غادي ندخلهم للفران، وكذلك غادي ندهن هنايا بستيلات وديك السيجار بحال السيجار ديال الكفته. المهم انا ما غنطيبش كلشي، غنطيب غير اللي غادي نوري معاكم دابا، ويا اخرين غادي نعملهم في الفريغو. انا غنوريكم كيفاش غادي نعملوا نحتفظوا بهم. صافي زينت هذوك السيجار بشويه ديال الجنجلان، بستيلات ما زينتهمش، يعني حتى الاخر غنعمل لهم شويه ديال الجبن. هادو عملتهم شويه، عملت لهم شويه ديال السانوج. وهنايا هادو كيف ما كتشوفوا معايا انا عملتهم في الفريغو قبل. صافي غادي نحتفظوا بهم هادو، غنحتاجوهم يعني في رمضان ان شاء الله. كل مره كنجبدوا شويه وكنطيبوهم هيدا يكونوا مكلاصين، كندخلوهم كندهنوهم كندخلوهم ديريكت نفرن. صافي دابا غادي ندوزو باش نطيبوا السيجار ديالنا. المهم عندي هنايا شويه ديال الخبز محمص، زيت عليه شويه ديال بودور ديال الشيا، وزيت كذلك هنايا شويه ديال الشوفان. صافي كتقدروا كذلك تقليوهم غير في الطحين محمص، الخبز محمصه، اولا غير في الطحين كذلك علاش لا. صافي كيف ما كتشوفوا معايا انا هنايا دوزتهم في البيض ودوزتهم كذلك في ديك الخبز محمص. صافي في هذا الشكل هذا، وكنبدا نقلي فيهم. بصراحه دغيا ما كيوجدوا، دغيا ما كيتحمروا، كذلك خصنا نردوا لهم البال. صافي كنوجد واحد الكميه وكنعملهم يتقلاو. بحال اللي قلت لكم انا عملت يعني كميه غير قليله اللي غناكلوا دابا، والاخرين كنت احتفظ بهم في المجمد. صافي كيف ما كتشوفوا معايا دغيا كيتحمروا، نقابلوهم كنبداو نقلبوا فيهم حتى كيوجدوا. صراحه كيجيو مقرمشين هادو، كيجيو صراحه لذاذين. صافي ملي كيتحمروا كنجبدوهم كنعملوهم في واحد الورق منشف يعني، اولا ورقه ديال المطبخ، باش ما كيبقاو هما اصلا ما كيشربوش الزيت. صافي ملي كياخذوا هاد اللوين بحال هيدا كنبداو نجبدوهم. صافي هنايا من بعد ما نكمل هادو غادي ندوزو ان شاء الله نشوفوا الحشوه اللي بقاتنا ديال السبانخ. غادي نعمر بها هادو من بعد ما طابوا وتحمروا كذلك، كيجيو بصراحه رائعين. صافي كنعمر هذيك الحشوه هيدا بواحد الملعقه، ولا كنعملوه بواحد البوش. المهم العمليه اللي جاتكم سهله. صافي عندي هنايا شويه ديال الجبن كنزين بهم، وصافي كنكونوا هنايا كملنا المملحه ديالنا. بصراحه بستيلات زينتهم هيدا بشويه ديال الجبن. السيجار هذوك خليتهم عاديين، يا اخرين زينتهم بشويه ديال الفلفل. المهم التزيين على قد الحال وعلى اللي موجود دائما بحال اللي كنقول واللي متوفر مهم. ولكن كيجي طبق ديال مملحات كيجيو صراحه رائعين. كنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. وشكرا جزيلا على المتابعه، والسلام عليكم، مع السلامه، حتى الفيديو القادم ان شاء الله.